دلوقتي يجي واحد من الجمهور يسالني ويقول لي الكرة فين؟ ده سؤال لطيف. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكوره فين، والكوره المره دي في انجلترا وبالتحديد في الدوري الانجليزي او زي ما بتحبوا تسموه السبت الممتاز. السبت الممتاز المره دي كان فيه مجموعه من المباريات المهمه. من اهم المباريات اللي اتلعبت في السبت الممتاز لهذا الاسبوع هم 3 مباريات. المباراه الاولى كانت بين ليفربول وبورنموث. المباراه الثانيه كانت مباراه مهمه وقويه وتعتبر من اهم مباريات الجوله، وهي مباراه مانشستر يونايتد وتوتنهام. والمباراة الثالثة واللي هي تعتبر قمة الجولة وفعلا كانت أقوى مباراة ما بين تقريبا أقوى فرقتين موجودين في الدوري في الوقت الحالي، هي مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل. فتعالوا بينا نتعرف على نتائج الجولة لحد الآن. جولة السبت الممتاز المرة دي ابتدت من يوم الجمعة 18/8، وأول مباراة فيها كانت ما بين نوتنغهام فورست ضد شيفيلد يونايتد وانتهت 2-1 لنوتنغهام فورست. المباراة الثانية كانت ما بين فولهام وبرينتفورد وانتهت ب3-0 او بنتيجة 3-0 لبرينتفورد. المباراة الثالثة وهي واحدة من اهم مباريات الجولة هي مباراة ليفربول في الانفيلد، اول مباراة لليفربول في الانفيلد هذا الموسم، وكانت ضد بورنموث وانتهت بنتيجة 3-1 لليفربول. والمباراة الرابعة كانت ما بين وولفرهامبتون ضد برايتون وانتهت بنتيجة 4-1 لبرايتون. وبرايتون فرقة من أهم الفرق وأقوى الفرق الموجودة في الدوري حاليا واللي لازم تتابعها لو بتحب تتفرج على الكورة. المباراة الرابعة كانت ما بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وانتهت بمفاجأة كبيرة وهي فوز توتنهام على مانشستر يونايتد 2-0. والمباراة الأخيرة واللي هي كانت قمة الجولة فعليا واللي كانت مباراة قوية جدا ما بين مانشستر سيتي ونيوكاسل وانتهت 1-0، وكان فيها كتير من الفرص اللي ضاعت وكان ممكن توصل لنتيجة أكبر من كده بكتير. وطبعا يوم الحد في مباراتين، أستون فيلا وإيفرتون، ومباراة ما بين ويست هام وتشيلسي، ومباراة يوم الاثنين هتكون ما بين كريستال بالاس وأرسنال. ده كان ملخص سريع لنتائج الجولة، وفي الحلقات الجاية إن شاء الله هيكون في تفاصيل أكتر لنتائج المباريات وتحليل أكتر للماتشات المهمة في الجولات اللي جايه. طبعا لحد كده الفيديو بينتهي، شكرا ليكم لانكم كملتوا الفيديو لحد الاخر. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات اول باول، ولو عندكم اقتراحات للفيديوهات اللي جايه يا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتات. شكرا ليكم، كان معاكم احمد عبد المردي، انتظروني في فيديو جديد، والسلام.